تيدي روزفلت قال مرة: ليس الناقد هو المهم ولا الرجل الذي يشير إلى كيف يتعثر الرجل القوي، بل يذهب الرصيد إلى الرجل الذي هو بالفعل في الساحة بوجه ملطخ بالتراب والعرق والدم، الذي يكافح ببسالة، الذي في أسوأ الأحوال إن فشل فهو على الأقل يفشل بينما يجسر بشدة، لكي لا يكون مكانه أبدا مع تلك النفوس الباردة الجبانة التي لا تعرف لا النصر ولا حتى الهزيمة. علشان كده قررنا ناخد المخاطرة، الباكج بكل ما فيها من نصر وهزيمة، علشان نكتشف حقيقتنا وهويتنا وقلب رجولتنا. مبسوطين تشاركنا الرحلة في بودكاست راجل لراجل مع ماجد ماهر وأمير طلعت. ماجد، الحلقة النهاردة أنا خايف منها وخايف أخطي كده أول خطوة علشان الحلقة تقلق شوية. أيوة. فأنا يعني عارف أنت بحس كده أنه ممكن أسميها عيد ميلاد جرحي أنا. الله، يعني حلقة كده ما تعرفش فيها بكاء على الأطلال ولا إيه بالظبط. بس يعني ربنا يستر وما نقطعش شراييننا على آخر الحلقة يعني. أنا هبدأ كده الحلقة بسؤال وسألناه الناس تانية هنسمع إجاباتها بعد شوية، لكن وإحنا بنتكلم كده عن الرجولة طول الحلقات اللي فاتت ومكملين الحلقات اللي جاية عن الرجولة، فالموضوع كبير قوي كده واضح. بس هل الموضوع كبير قوي علشان دي الموضة إن إحنا نفضل نتكلم عن الجروح والإساءات ونبقى بتوع مشورة ونبقى ندرس مش عارف إيه والكلام ده، وتروما كل حاجة في حياتنا دي تروما يا جماعة، دي صدمات، دي كل دي خبرات مش عارف إيه؟ ولا الموضوع فعلا حقيقي وقديم وكان متأصل فينا بس احنا اللي مش بنعترف بيه؟ يعني احنا كنا كنسين التراب تحت السجادة، ففجأة كده شلنا السجادة فاكتشفنا الموضوع ده. فهو وليد اللحظة ولا في فعلا حاجة محتاجة نرجع بالزمن لورا عشان نحلها؟ سألنا مجموعة من الناس كده رأيهم في الموضوع ده، تعالوا نسمع آرائهم ونرجع نكمل. مش شايف ان الكلام عن مشكلة الرجولة دي حاجة حديثة، بالعكس دي حاجة قديمة ولازم نرجع للماضي شوية ونشوف ايه المفاهيم كمان للرجولة، لانه المفاهيم مغلوطة في المجتمع عندنا. يعني هو لو الموضوع حديث او هوجة او حاجة يعني وليكن، بس هو موضوع شخصي جدا بالنسبة لي. اما مسألة انه يعني نرجع للماضي، انا شخصيا ما عنديش مشكلة ان اعمل كده. يا ماجد، سمعت آراء كل الناس ما عدا انت، قول لي بقى اللي بيحصل ده ايه؟ احنا بيحصل فينا ايه؟ الحقيقة ميرا، انا عايز اشكرك جدا جدا، لان فعلا مرات كتيرة قوي بنحضر مجموعات مساندة او بنحضر مجموعات تعافي او بنروح خدمات مشورة وحاجات زي كده، لكن الحقيقة احنا في رجولة قلب او خدمة رجولة قلب مشغولين شوية بان احنا ناخد خطوات لقدام، مشغولين ان اللي احنا بنتكلم فيه واللي احنا بنحكي فيه ياخدنا خطوة لقدام. الأخبار الوحشة يمكن هي إنه لما أسمع البودكاست مفيش حاجة هتتحل، لكن دي بداية أو سكة أو رحلة أنا محتاج أعيشها، والأهم هي إن أنا محتاج ألاقي ناس تانية، رجالة تانية حواليا عايزين يعيشوا نفس الرحلة، ونبدأ ناخد خطوات فعلا إيجابية في إن إحنا نتعلم سوا ونكبر سوا. فاللي إحنا بنسمعه النهاردة مش كلام مشورة ولا كلام تعافي بس، مع انه هو مليان مشورة وتعافي، لكن مسؤولية كل حد فينا انه ياخد خطوة لقدام ويشوف هيتحرك ازاي. وهنا احب كده يعني اشجع اللي بيسمعنا، لو تقدر تدور على خدمة رجولة قلب ومحتاج مساعدة حقيقية كراجل في انه تلاقي مجتمع آمن تبتدي تجري في وسطهم ومعاهم وتتحرك ناحية منطقة احسن في الحياة، فانا اشجعك جدا انه تدور على رجولة قلب. نلاقيكوا فين يا ماجد؟ مع ان احنا مش مجتمع آمن، احنا يعني مجتمع واقعي، مجتمع بيسأل أسئلة مش لذيذة ومش سهلة يعني، لكن احنا يعني موجودين على الفيسبوك، هتلاقي في بيج باسم Man of Courage، لكن كمان احنا عندنا اجتماع مرتين في الشهر، ممكن اي حد بيبعت لنا بيملأ ابليكيشن وبيكون موجود معانا اي وقت. حلو قوي
نرجع للجزء بتاع الإساءات ونرجع معاه برضو تاني للماضي. ايه اللي حصل في الماضي بتاعنا بهدل لنا الحاضر كده؟ احنا كنا بنتكلم ببساطة عن الله، والصورة اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت عن الله وشخص المسيح الحقيقة صور إيجابية جدا. يعني الله بوضوح بيحط في الكون المغامرة، وبيحط في الكون الرومانسية، وبيحط في الكون الدعوة ان احنا نكون بالإيمان بنخش في معارك معينة. فالله يحتاج مننا او يشجعنا ان احنا نعيش حسب التصميم الإلهي لحياتنا. لكن طبعا واحنا بنعيش اولا بنتولد في مجتمعات من اب وام ومن عيلة ومن جيران ومن مدرسة، ومرات كتيرة قوي بيحصل فينا خبطات او بتحصل فينا زي ما بنقول كده في سوفت وير بينزل او في برنامج معين بينزل جوه كل واحد فينا، بيقول له حاجات، بيشوه الصورة، بيقول له مثلا الراجل زي الكروت بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الوقت الاولاني يا امير، ان الراجل بعضلاته، ان الراجل بفلوسه، ان الراجل بعلاقاته النسائيه والجنسيه، ان الراجل بيحط له ليبل كده بيخلي كل واحد مننا عايز يحقق الصوره دي، واصلا الصوره دي مشوهه. فبيكون السكه اللي احنا بنحاول نوصل لها هي سكه اصلا مشوهه بتملانا بالجراح وبالخبطات كل شويه. طيب انا يعني مش عارف هلعبك لعبة هتبقى هقدر اسميها لعبة، ولا اوجه لك اسئلة واخليك تتقمص شخصيات مختلفة واشوف رد فعلك هيبقى ايه، مش عارف يعني. لكن خليني اقول انه انا كشخص كرجل دلوقتي بدور على اجابة، فهلجأ انا جه في ذهني 3 اشخاص، منهم واحد هيديني ردين فعل مختلفين يعني. فانا حبيت اعرف اصل الرجولة ايه واحل المشكلة ازاي واصل الجرح بتاعي فين، فرحت رايح للي جابني، رحت رايح للاب الجميل الراجل الطيب اللي قاعد في البيت ده، ورحت سأله ايه الموضوع وايه اللي حصل فيا، ورحت ادور هناك على الاجابة. فلقيت الكلام لمس معاه واتضايق جدا وغضب مني. الاب الغاضب ده هيبقى رد فعله ايه لو انا رحت ادور عند اب ناقم على الوضع بالشكل ده وغاضب، وانا كنت التريجر كده، الحته الشراره اللي راحت مقومه الحريقه تاني؟ ايه اللي هيحصل؟ الحقيقه مير يعني، وده كلام مش جديد، دور الاب في حياه ولاده ده دور محوري جدا، والواحد كل ما بيكتشف في السكه اللي احنا بنعيشها دور الاب، حجم المسؤوليه شويه بيزيد، وبالتالي حجم التسليم لله في الرحله بيزيد. لانه بيقولوا كده ان الاب هو اول غيري في حياه الطفل، لانه بيكون متلامس مع امه فبيبقى حاسس ان هي جزء منه. لكن اول اخر او اول يمكن مش غيري، اول حد يعني غير ال الولد او غير نفسي يعني بيكون في حياه الولد هو بيكون الاب. ليان بن بيقول ان لما بتكون علاقه الاب بالابن صحيحه بتحمي شجره القوه الذكوريه الهادئه داخل الطفل. لما بتكون مش قويه بتكون الذكوره هشه داخل ابنه، والتغذيه بتكون ضعيفه. وانا فارق معايا قوي فكره التغذيه دي. انت عمال تسالني بقالك كام حلقه تعريف الرجوله ايه، لكن الاهم هو ان انا افهم ان الرجوله مش حاجة بتعلمها، مش حاجة باخدها في درس، مش حاجة باخدها في تدريب، مش حاجة بعملها فتنتج عنها ان انا بقيت راجل. لكن الرجولة تمرر من رجل لرجل اخر. عادة بيكون الاب هو المسؤول عن تمرير الرجولة لابنه، لكن مرات بيكون الاب يا اما مش بيلعب الدور بتاعه بطريقة مظبوطة او مش موجود لانه متوفي مثلا. لكن هل الام تقدر تقوم بالدور ده؟ الام الحقيقه بتقوم بدور كبير قوي مرات، وبتربي وبتكبر وبتعلم. لكن تمرير الرجوله لن ياتي الا من رجل لرجل، الا من رجل للابن.
لكن كمان احنا ككبار وماشيين السكة بتاعتنا في ان احنا نكون رجالة فعالين وإيجابيين، لن ينقل لينا الخبرة دي، لن تنقل لينا إلا لما نكون في وسط مجتمعات رجولية، وأنا بسمعك وأنت بتحكي عن مشاكلك وأمورك، وأنا بحكي ظروفي، وأنا وأنت بنتعلم من بعض ومن السمع اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده دايما بنقول ان القعدات السطحية اللي هي كل الرجالة قاعدين حوالين ترابيزة القهوة وماسكين التليفون دي شكلها خروجة، لكن كل واحد فينا بيروح خاوي او خالي من اي يعني اي انبت او اي حاجة تكون اتضافت له. يعني انت اتكلمت عن الاب الغاضب. الحقيقة الاب الغاضب موجود في اسر كتير قوي، وانا هرجع تاني للبندول ان في على اليمين وكأن صورة هنا الأب الغاضب الحمش العنيف القوي قوي، وهتكلم عن شكل إساءات أو حاجات ممكن تكون حصلت في حياة ناس مننا، وهتكلم عن الناحية الشمال على الأب السلبي مش قايم بدوره. يعني أنا فعلا لما رحت للأب لقيت حاجة من اتنين، وده كان الشخصية التانية اللي كنت هزنقك فيها، يعني إنه في أب غاضب جدا وفي أب أنا ما لقيتوش. هعمل إيه مع الاتنين؟ او الاثنين هيدوني رد فعل عامل ازاي بالظبط. لكن كمان خليني وانا بتكلم والناس بتسمعنا كلنا نفكر انا اتربيت ازاي. ففي واحد مثلا يعني في ناس سمعت كلام قاسي زي مثلا انت ابن امك، انت مش هتفلح، انت اصلك فاشل، او اتقارن باخوه الاكبر منه، او اتقارن بطريقه ضمنيه، يعني معروف ان ده شاطر او ده بيفكر زي ابوه، ومعروف ان ده مش بيفكر بالطريقة دي. فبالتالي حصلت تفرقة او حصلت هنا خبطة انه انا لا املك المطلوب ان انا يعجب بي ابويا. والسؤال هنا الاهم من كل اللي انا بقوله ده هو ان انا افتش عن علاقتي بابويا. الحتة دي حواليها لغط كتير قوي، يعني ناس كتير تقول لك لا انا ابويا كان كويس جدا، ابويا راجل صالح، او ابويا ربنا وتعب فينا، ويعني ماشي. بعد كل الكلام ده كله انا عايز انزل بقى لتحت شوية عن المواقف اللي حصلت بيني وبين أبويا، عن الوقت اللي كنت بقضيه أنا وأبويا، عن اللي اتعلمته من أبويا، عن اللي هو حطه فيا، البرنامج اللي نزله جوايا. في أهالي كانوا أو أباء يعني كانوا عظماء بيتعبوا جدا 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 وبيشتغلوا ساعات طويلة لدرجة أنه مش موجود في البيت. أنا عايز أقولك أنه هو كان بيحبك، لكن كان بيحاول يعمل أحسن حاجة، بس غيابه عمل ايه فيا؟ ده سؤال مهم قوي. حتى لو كان ابويا راجل صالح او راجل كان بيحاول يعمل احسن حاجة، فهو يعني هو بيحبني، بيحاول يوفر المعيشة بتاعة الأسرة وكل حاجة، لكن غيابه ده على الناحية التانية هو فادنا ممكن ناحية مادية، لكن الناحية المعنوية هي دي اللي راحت عاملة شرخ كده جوه الطفل. بالظبط. واحنا هنا مش بنتكلم عن الباكيج بتاعت الحياة على قد ما بنتكلم عن الرجولة، تم تمريرها أم لم يتم تمريرها. طبعا في نوع تاني من الآباء مش غاضب بقى، لكن نوع شرير، وده بيكون نتيجة حاجات كتير. يعني إما هو اتربى بالطريقة دي، إما هو أصلا مثلا مدمن حاجة معينة، أب بيضرب، بيسيء، قد يكون بيعتدي. يعني نماذج كتيرة جدا جدا ممكن تكون حاصلة. ومرات المجتمع ومرات في الثقافة بتاعتنا الشرقية احنا قلنا ان it's okay او انه تمام، صح. الراجل ساعات بيبقى بابا لما بيزعل ما بيشوفش قدامه، بيكسر الدنيا. يعني ادينا شرعية للغضب او للعنف اللي ممكن يكون بيحصل. فطبعا دي حاجات انا محتاج القطها، يعني في رحلة البحث عن رجولتي وفي رحلة البحث عن ليه انا مش مرتاح ومضغوط ومش لاقي السبب في وجودي. انا محتاج افتش عن علاقتي بيني وبين ابويا. في الجزء التاني اللي انا مش عايز انساه، اللي هو الجزء السلبي، اللي هو حاجات بقى انا بسميها زي السرطان كده، يعني بتطلع وانت مش واخد بالك، لانه ان انا ما خدتش اي تشجيع من ابويا، او انه ما قاليش برافو، او انه ما قاليش كويس قوي انك عملت كده، دي مشكلة. فالتشجيع. الحاجة التانية انه لو ما قضاش معايا وقت، ده بيخليني في حاجات كتير قوي ما استلمتهاش، لان زي ما قلت لك الرجولة بتمرر، فبتمرر عن طريق الوقت، عن طريق الكلام، وعن طريق التشجيع. فلو الاب مش موجود ففي جزء من السوفت وير منزلش، اللي هو بيؤكد على هويتي الرجولية.
بالتالي يعني وجوده اصلا معايا، انه يتكلم معايا ويعمل معايا حاجه، ده جزء مهم جدا من عمليه نقل الرجوله من الى. الصمت، مرات بقى ناس اتعلمت فقالت خلاص انا هقعد في البيت، بس بيقعد في البيت بالساعات قدام التلفزيون او قدام الجورنال او مشغول في حاجه بيعملها. يعني في المجتمعات الغربيه ممكن تلاقي الاب قاعد في البيت في الجراج بره عمال يصلح مثلا في حاجه معينه بعد الظهريه كلها، فالابن مش مشترك مع الاب. وهنا يعني ده مبدأ مهم جدا جدا اسمه المبادئة او الانيشيشن، يمكن نتكلم عنه قدام. انه الرجل في صغره او هو طفل بيحتاج ان الاب يعمل له حاجة اسمها مبادئة، يبادر بانه يعلمه. وده اللي كان بيحصل زمان ايام ما كانوا بيزرعوا سوا ويقلعوا، فيروحوا الصبح كل يوم الغيط طول الوقت هو واخد ابنه معاه بالظبط، فكان ضمنيا هو بيتعلم او بيتنقل له الشكل الحياة دي، بيتنقل له التفكير، بيتنقل له الاصول، بيتنقل له القيم، بيتنقل له التعامل مع الاخر. حصل بعد كده بقى والتكنولوجي دخلت، او عامة يعني التطور بدأ ياخد مجراه، فبدأ الاب يبقى بيمشي او بيسافر او بيهاجر او بيروح يشتغل في دول تانية، وبدأ الولد لازم يكون بيروح بيتعلم وبيروح مدرسة. الانفصال اللي حصل ده ما بين الاب والابن ايجابي وكل حاجة، لكن ما خدناش بالنا ان هو فصل الوقت اللي بيقضي فيه الاب وقت مع ابنه. وبدأنا النهاردة ندرك ان احنا معظمنا لما نتكلم معاه يكتشف انه شوية يتيم، او انه محدش علمه حاجة، محدش وصل له اي حاجة. ده في حد ذاته لكل اللي بيسمعونا ده خبطة دي خبطة جامدة، خبطة في الشاسيه، لانه الرجولة تمرر. فاذا انا محدش خد الوقت انه يعلمني افك فيشة الكهرباء، انه يعلمني العب كورة، انه يعلمني ان انا دلوقتي ده وقت مش ان انا اتفرج على التلفزيون، لكن انا محتاج اذاكر. فلو انا مش بعرف اذاكر انه يذاكر معايا. لكن خلي بالك احنا النهارده كلنا بنحاول ندي عيالنا حاجات بدل ما نديهم نفسنا. فانا بديله كمبيوتر عشان يشتغل بيه، بديله مش عارف ايباد عشان يلعب عليه. فانا كل غرضي من ان انا اقدر امده بحاجات، لكن ان انا اقعد معاه، ان انا اساله، ان انا اجاوبه على اسئلته، ده شويه عمال يتاخر للاخر، وده بيأثر على تمرير الرجوله. ويعني كنت عايز اقول لك برضو انه ده بيحط صراع اكبر، انه مش بس انا مش قادر اعمل كده، لكن انا مجبر على كده. يعني انا شكل الحياة مفروض علينا بالشكل ده. الانفصال اللي كنت بتتكلم عنه هو مفروض علينا، مش باختياري انه هحب انه اقعد مع ابني وامرر له شكل الحياة والمبادئ والافكار والرجولة وكل الكلام ده، لكن شكل الحياة ألزمني إنه أنفصل. شكل الحياة ومتطلباتها ألزمتني إنه أتحرك من مكاني وأبقى أغلب الوقت مثلا برا البيت. الولد نفس النظام، فشكل الحياة ألزمته إنه يبتدي من هو طفل بيقضي وقت قد إيه برا، في نادي، في حضانة، في مدرسة، أيا كان. فالشكل الحياة المفروض علينا ده حط كمان زيادة في الصراع. انا ما بقتش بس انا مش عايز اعمل كده او انا مقصر في الدور، انا مجبر ان انا اقصر في الدور. انا متفق معاك، لكن ادراكنا النهارده لان اللي احنا فيه ده او الفريم اللي احنا فيه ده بيأثر علينا ازاي، هو ده اللي يخليني اقدر اغير. يعني لو انا قررت ان انا مجبر، كل الناس بتعمل كده، ما هو ده شكل الحياة، فهو مفيش حاجة تتغير، خلاص يبقى احنا هنكمل كده بس. واحنا بنتعلم مع بعض، هو ده مربط الفرس، وهي دي المغامرة اللي انا محتاج ابدأ اغير فيها. لانه يعني ايه اقل ساعات عمل واقعد في البيت مع ابني؟ اولا ناس كتير قوي ما تعرفش تقعد مع ابنها، ما تعرفش تقعد مع بنتها. يعني هيقعد يقول لهم ايه؟ هو بيعرف يشتغل، هو بيعرف يبقى مع اصحابه، هو بيعرف يبقى بره البيت، مش عارف يكون موجود
جوه البيت، ودي حتة صعبة. الحاجة التانية الغريبة بقى ان ساعات نقطة القوة بتاعتنا هي نقطة الخبطة. يعني طفل صغير مثلا بيبقى بيلعب مزيكا بس ابوه بيلعب كورة، فبطريقة ما جاله حاجة يلعب عليها، وليكن مثلا بيانو أو أورج في البيت بيلعب عليه، فالراجل يروح يلاقي ابنه بيلعب على الأورج، فيقول له انت بتلعب لي على الأورج يا حبيبي؟ أنا نازل أتفرج على الماتش. ومرات كتيرة قوي بينزل هنا برنامج اسمه إنه المزيكا اللي انت بتحبها دي ما تخليكش راجل كفاية، لأن مجتمع الرجال هو مجتمع الكورة، او تبدأ بقى الفريمز اللي احنا بنحطها اللي هي منها ان المجتمع قال انه مجتمع الرجالة هو اللي معاه فلوس، هو اللي عنده عضلات، هو اللي وكسر نفس ناس كتيرة جدا عندها قدرات وعندها امكانيات كانت ممكن تكسر بيها الدنيا. فمصدر القوة اللي عند الراجل مرات كتيرة قوي بيتخبط فيه، فبيكون مصدر الخزي ومصدر العار وبالتالي مصدر الضعف. تخيل بقى لو واحد بيحب المزيكا وانفصل عن المزيكا لانها بتقول له ان انت مش راجل كفايه وما بيحبش يلعب كوره او ما بيعرفش يلعب كوره، فيعيش حياته كلها مكمل ازاي؟ بيروح الشغل وبيرجع من الشغل كل الباشن بتاعته في انه يلعب مزيكا، بس هو اتحط له برنامج بيقول له ان المزيكا بتاعتك ما تخليكش راجل، فبالتالي هو بيبعد عن الحته دي لكنه مش لاقي حته تاني يروح. طيب ده لو انا عندي مشكله مع الاب، لكن ده الشخصيه اللي عدينا عليها سواء كان غاضب او شرير، او الناحيه التانية ان هو غائب مش موجود فما ردش عليا، ما ادانيش الاجابه الكافيه يعني. لكن لو انا رحت بالسؤال والحيره بتاعتي والبحث بتاعي عن معنى الرجوله وهويتي للام، وحبيت اخد هويتي كراجل منها، فايه اللي هيحصل؟ هروح هناك اتقابل مع ايه؟ أنا مش طول في الحتة دي، لكن أنا بقول إن الأم تعطي الاستحقاق لكل طفل. يعني الأم تعطي الاستحقاق إن أنا ينفع يجي لي حاجة كويسة. يعني الابن اللي ما بياخدش حنان من أمه وحب من أمه مرات كتير قوي بيكبر وممكن يبقى ناجح والحياة تجيب له حاجات حلوة، بس هو يبقى حاسس إن هو أنا مستاهلش. يعني الاستحقاق الأم هي اللي بتديه للولد في محبتها ليه ورعايتها ليه، لكن الأم لا تستطيع أن تمرر الرجولة لقلب الرجل. فمرات كتيرة قوي بنتخبط من الأم في شوية حاجات ما بناخدش بالنا منها، إنه الأب بيكون مش موجود في البيت والابن بيتولد، فبعد شوية الأم بتهتم وحياتها كلها تلف حوالين إيه؟ حوالين الولد ده وحوالين الطفل ده، فتربيه وتهتم بيه وتخلق معاه علاقة يمكن تكون مش عارفة تعملها مع جوزها اللي مش موجود في البيت. علاقة أقصد علاقة نفسية، علاقة اجتماعية يعني، وعلاقة ابن أم بابنها يعني. فتخرج معاه وتهتم بيه وتتكلم معاه وتحكي معاه، لدرجة كمان ودي مش غلطتها، أنا بتكلم بس في صورة معينة، يعني إن قد يأتي الأب ويقول لها هناخد بقى فلان انزل بينا، لا مش هينزل اصلا هو بينام بدري، ويبدأ الولد يحط السيستم بتاع حياته مع امه، وبالتالي يبقى في راحة ما بين الولد وامه اكتر ما في ارتباط ما بين الولد وابوه. مرات تاني ما بيبقاش الموضوع كده، بس بتبقى الام بيسموها اوفر بروتكتيف او بتحمي اكتر شوية، فتبقى واعية وخايفة على الولد، وباسم الحب وباسم الاهتمام تاخد بالها ان الولد ده ما يتأذيش. فمثلا لو الاب مثلا تعالى يا فلان مثلا اركب الموتوسيكل، لا موتوسيكل ايه اللي يركبه يعني؟ طب تعالى جرب العربية، لا طب تعالى نط، لا اصل الحتة دي عالية عليه عشان بس ما يتكسرش. فباسم الحماية تبدأ الام من غير ما نقصد كده تحط حوالين الولد حدود تمنع ما بينه وما بين ابوه، فيوصلوا حب امه لكن يظل في حتة مكسورة ما بين الولد وأبوه في التفاعل وفي تمرير الرجولة، فيكبر الولد مش شبعان من أحلامه ومن طموحاته، مش متأيد في أنه ينطلق لقدام، ويبقى شاعر دايما أنه لا لازم يكون حريص، لازم يكون خايف، فيكون الخوف هو مصدر أساسي جدا في كل تعاملاته. وهنا يعني هسيب كده جملة بتقول انه ان كان باستطاعة الغرباء
والمناظر الغريبة أن تهز عالم الأطفال، فإن أناسا يعرفونهم ويحبونهم حقا يمكنهم أن يسحبوا هذا العالم كلية من تحتهم تماما تماما. واو يا أمير، على قد قرب الشخص على قد عمق الجرح. كل ما الخبطة بتيجي من أقرب الناس ليا كل ما بتبقى تأثيرها وغائر، لدرجة إن أنا ممكن كمان ما صدقوش أو يتم إنكاره، يعني ما بقاش مصدق إن في جرح بالوجع ده بالتقل ده. عشان كده الأب والأم الدور بتاعهم كان محوري. لكن أنا لما رحت واتصدمت هناك قررت إني هطلع للمجتمع بتاعي وادور هناك. فأنا المجتمع بتاعي كراجل طلعت فلقيت أنا موجود فين، إيه الدوائر اللي أنا موجود فيها، يا إما شغل يا إما كنيسة، المجتمع الديني اللي أنا فيه أو المجتمع بتاع سوق العمل. فهروح هناك هلاقي إيه؟ سوق العمل هيقول لي إيه عشان تبقى راجل تعمل إيه، والكنيسة برضو هتعلمني إيه. عشان أخش في الحتة دي أنا هسأل إيه سؤال الولد وإيه سؤال البنت في صغرهم. الولد بيسأل شايفني قوي إزاي ولا مش شايفني؟ في إجابة الأب عن السؤال ده مرة واثنين وثلاثة في حياة ابنه بيحصل نوع من النضوج الرجولي والوجداني للولد. بس مش ان انا جاوب السؤال ده، لان السؤال ده ما بيجيش سهل كده، ده بيجي في التشجيع، بيجي في الوقت، بيجي انك تاخدني تعمل معايا حاجة زي ما كنا بنتكلم. وسؤال البنت لأبوها شايفني، شايف انا حلوة ازاي، تلبس فستان وتقول له بص الفستان عندي يلا عشان ننزل. لما ما بناخدش بالنا او لما بنتجاهل الرد على السؤال ده بيبقى دايما عند البنت سؤال انه انا محتاجة اتشاف، انا محتاجة حد يقدرني، محتاجة حد يبرسومي او يعني يهتم بيا ويحاول ان هو يوصل لي. بيبقى ده المحور عندها. فالولد بيبقى محتاج حد يقول له انت جامد انت قوي، وهنيجي السؤال بيترد عليه بيروح له فين. والبنت كمان بتحتاج حد يقول لها انت متشافة وانت أمورة وانت حلوة في عينيا، وبتدور على الحتة دي. بخرج للمجتمع بالسؤالين دول سواء ولد او بنت، وهتكلم اكتر عن الولد دلوقتي. المجتمع بيقول له انت قوي، بس لما بتبدأ بقى هنا تخش حتة ايه المفروض اللي كنا بنتكلم عنها واللازم. فانت قوي بفلوسك، انت قوي بالكونكشنز بتاعتك او بالعلاقات بتاعتك. الاقي ناس بتبذل مجهود جامد جدا في انها تعمل علاقات مع اصحاب السلطة، اي حد مع نفوذ او أي حد مع نفوذ يسلكه بالبلد، يسلكه اي حد ينفعه. فهو مفضي كل اوقاته بيحاول يحمي نفسه من المغامرة اللي في الحياة بالعلاقات، او بانه يجني فلوس، او بانه يعمل فلوس، او بانه يبقى مشهور. والنهاردة يعني السوشيال ميديا والحاجات دي مخليه الناس كلها عايزة تبقى مشهورة ومؤثرة وصوتها طالع. انت بتعمل كده ليه؟ ده سؤال. يعني في هذا السؤال لما اسأله لنفسي أدرك الدافع اللي وراه. فالفلوس، القوة الجسدية والعضلية، النفوذ والعلاقات، السلطة، كل دي حاجات بتبقى المجتمع بيقولك تبقى جامد وتبقى راجل لما تبقى عندك الحاجات دي. كنيسة كمان بتقولك حاجات تانية. أنا ما جبت سيرة الكنيسة. بتقول لي إيه الكنيسة؟ بتقولك تبقى خادم طيب، صوتك واطي، لما تلعب في فريق ما تغلبهمش جامد عشان ما يتضايقوش، مش لازم تاخد حقك قوي، بتحط شوية أنماط ما بيخلوش الراجل متسق مع نفسه. فبيلاقي مجتمع شرس جدا، منافس جدا، عنيف جدا، الصورة اللي على اليمين بتاعت المسيطر، والناحية التانية الشمال مجتمع خانع جدا، ضعيف جدا، في صورة ان هو الانسان الطيب الرقيق اللطيف. وهنا اجي في سؤال مهم، اسأل اي بنت بيني وبينها كده، ايه شكل الولد اللي انتي تمنيتي ترتبطي بيه؟ واسأل اي ولد ايه شكل الولد اللي تحب تكونه؟ في إجابة المرأة لو السؤال عن السؤال، لو عايزة ولد يكون قوي، يكون بيقدر يقف في المواقف، يكون بياخد كده، فده اللي يفهمنا.
والولد اللي يقول لنا انا عايز اكون باخد يعني كم حد فينا بقى هيقول انا عايز ابقى رقيق وطيب ولطيف الصورة دي غير مطلوبة، مع ان كل المجتمع وكل الكنيسة وكل الناس اللي حوالينا بتحاول تصدرها ان هي دي صورة الراجل بتاع دلوقتي. الجرح اللي حصل ده لما حصل زمان احنا ما كناش واعيين انه ده حاجة بتجرحنا، فتمام السكينة داخلة بالراحة واحنا تمام ومسلمين وفي قمة هدوءنا، لغاية لما ابتدى الجرح يدخل جوه ويبقى اعمق. بس في لحظة الكشف بتاعتنا بقى دلوقتي واحنا بنحكي كده وبنفتكر وغالبا وانت بتسمعني دلوقتي هتبقى في حاجات بتنط اكيد في ذهنك، او ممكن ما يبقاش فاكر قوي، يعني ما تبقاش فاكر ذكريات قديمة زي ما كان ماجد بيحكي معانا كده انه مواقف معينة مع الاب او مع الام. القصة بتاعت الجرح لما ارجع لها هلاقي ردين الفعل دول، يعني حتى اللي بيسمعني دلوقتي هتلاقيه عنده رد حاجة من الاتنين، يا اما هو فاكر فعلا مواقف واحنا عمالين بنتكلم دلوقتي هتلاقي فيه حاجات عمالة تضرب في دماغه ورا بعض، ده في زمان حصل وزمان حصل، او انا مش فاكر حاجة حصلت، يعني ما انا مش حاسس اني في حاجة معينة بتنط في دماغي، مش فاكر لأبويا مواقف بعينها جرحتني، بس في قصة في الجرح زمان، ايه هي انا مش فاكرها. ردين الفعل دول يقولوا ايه ويودونا لفين؟ لو انا واحد الذكريات دلوقتي بتطاردني قوي، ولو انا واحد حاسس بالتأثير بس انا مش فاكر، انا راجل على باب الله انا مش فاكر حاجة بس انا مضرور. عايز افكرنا ان احنا في رجولة قلب احنا بندور على نقطة انطلاق. في واحد ممكن يبقى فاكر كل التفاصيل وعارف الجروح بتاعته ويقعد في كل المجموعات ويقعد مع كل الناس يشارك بكل قوة عن الخبطة اللي جات له والوجع اللي جاله من ابوه والترك اللي حصل، يعني قادر كويس قوي يعبر عن هذه القصة ويمشي من المجموعة ويروح يعيش وبعدين يرجع لمجموعات تانية ويشارك نفس المشاركة ويتنقل من مجموعة لمجموعة وبيبقى مبسوط ان هو قادر يمسك يعني ألمه وفي قصته وماشي بيها. وفي حد تاني ما عندوش حاجة خالص، يا جماعة انتوا بتتكلموا يعني احنا تمام زي الفل وماشي. عشان كده انا النقطة المحورية والنقطة الفاصلة يا أمير هي مرة تاني ارجع واقول انت مبسوط مرتاح عايش كويس منطلق، انت عارف انت موجود ليه، شايف لك دور، قادر تكون موجود اللي حواليك، عندك احلام لبكرة بالرغم صعوبة الحياة وبالرغم الحاجات الطاحنة، هل قادر تعافر وتكمل ولا انت مكمل كده الايام لغاية لما تاخد خطوة لقدام؟ ما بين الاجابتين دول هتقدر وانا هقدر ادرك انه انا محتاج شغل قد ايه على حياتي دي، ومن هنا ابدا اختار بس ان انا اخد حاجتين، ان انا اراجع شكل الجرح اللي في حياتي عامل ازاي وابدا اشوف نقطة الانطلاق انطلق فيها ازاي. فلو انا حافظ جرحي وعارفه وفهمه وبقوله دايما طب هنعمل ايه، ولو انا مش مدرك اي حاجة من الحاجات دي ليه انا مش مدرك وازاي اقدر ادرك واتحرك لقدام. فانا ده نقط هبتدي اعالج منها، طبعا هنفصصها اكتر بعد شوية وهنتكلم عنها بالتفصيل بعدين، لكن الواقع اللي حواليا بيقول انه لما بكتشف غالبا جرحي والموضوع انه انا ايه اللي حصل فيا زمان ده، فباخد رد فعل من الاتنين، لازم بلوم هو ادم من زمان، هي حواء اللي ادتني، انا تمام غلطت ابقى في حد تاني غيري. فبيحصل حاجة من اتنين، يا اما بلوم برمي المسؤولية بتاعة الوضع الحالي بتاعي على الاب والام، وانه انا كنت طفل ساعتها وهم اللي بهدلوني، فانا ابتدي انا بقى انا السبب،
انا كنت طفل، انا كنت عاجز، فانا دلوقتي بقى هبتدي اخد بحقي سواء منهم او من الطفل اللي عندي او من الناس اللي حواليا. انا هبتدي اثبت ان انا مش مجروح، انا الدنيا تمام. فهرمي اللوم كله على الاب والام او هرميه على المجتمع. لا لا، ده المجتمع كله اصلا بايظ، ما عشان احنا ماشيين حياتنا كلها شمال، ما احنا الدنيا كلها رايحة في داهية. فانا المسؤولية بقى مسؤولية الكون كله يتغير، انا هبقى كويس. مرة تاني فكرة الجرح أو فكرة الخبطة قد تكون فكرة تقيلة علينا إن إحنا ندور على الحل فيها، لكن أنا هنتنقل أو دايما بقول إنه عشان أطلع لقدام أنا محتاج أشوف أنا فين النهاردة، وإيه اللي منعني من إن أنا أبقى كويس، إيه اللي منعني إن أنا أبقى تمام، إيه اللي منعني إن أنا أغير شغلي، إيه اللي منعني إن أنا أغير المكان اللي أنا عايش فيه، إيه اللي منعني إن أنا أحسن علاقتي بمراتي، إيه اللي منعني إن أنا ما أقعدش مع ابني. يعني انا بمسكها دايما من هير اند ناو، ايه اللي معطلني من ان انا اعمل كده، وانا بدور على اللي معطلني بكتشف انه البرنامج نزل لي منين. لكن انا هقول لك 4 حاجات تانيين بيورونا الموضوع عامل ازاي. مع كل خبطة من المجتمع او من ابويا او من امي او من الناس اللي حواليا غالبا بيجي سؤال. يعني مثلا لما بكون في المثل اللي انا قلته ان واحد بيلعب مزيكا وابوه بيحب الرياضة فقال له انت هتلعب لي مزيكا كل يوم، يعني كده. السؤال اللي بينزل هنا بيقول هو انت لما تلعب مزيكا تبقى تقدر تنتمي لمجتمع الرجال؟ والسؤال ده أهميته في إنه حاجة بيعقد معاها اتفاق. يعني بيجي السؤال عشان يعمل اتفاق معين جوايا وجواك، بنسميه المعتقد المحوري. والمعتقد المحوري ده هو الأساس اللي عليه اللي أنا إيه، فأنا ما بلعبش مزيكا تاني لأنه تكون جوايا معتقد اسمه إيه، إن لعب المزيكا بيخليني بعيد عن نادي الرجال أو بعيد عن مجموعة الرجال، أو أنا بلعب رياضة وبهتم بجسمي وبهتم بعضلاتي لأن هذا ما يجعلني منتمي لمجتمع الرجال، أو إني أنا أهتم ببيتي عن طريق إن أنا أسافر وأجيب فلوس وأجيب لهم كل حاجة وأعيشهم في حتة أحسن، فهو ده النجاح. ففي تعريفاتي عن النجاح، تعريفاتي عن الحب، تعريفاتي عن المواجدة، تعريفاتي عن الرجولة، تعريفاتي عن الطموح، تعريفاتي عن الحب الرومانسي، جوه الحاجات دي لما ادور فيها اكتشف الاجريمنتس او الاتفاقات اللي انا متفقها. هذه الاتفاقات بتقود لحاجه مهمه قوي اخيره، اقدر يا اما اكتشفها عن نفسي يا اما اسال الدايره القريبه اللي حواليا. بتقود لحاجه اسمها التصنع. احكي لك قصه كده. زمان لما كنت اروح للميكانيكي كان ابويا يبعتني اصلح العربيه. كان عندنا عربيه 128، فكنت اروح اصلحها عند الميكانيكي. والميكانيكي كان ليه ابن كان بيشتغل مع ابوه في الورشه. وعلى الوقت اللي انا كنت فيه مثلا في اولى ثانوي كده اكتشفت حاجه، انه يعني وبكتشفها اليومين دول، ان هذا الميكانيكي اللي هو الابن كانه اتوجد حوار بينه وبين ابوه ان انا ايه، مش راجل قوي، او ان انا يعني ايه يقدر يهزمني. فكان بيشوفني بسوق عربيه بتاعت ابويا وبروح اصلحها ومنطلق وبصلح العجله وبتاعه كده، بس كنت باجي اصلح العربيه عنده. فبدات لما اروح الورشه عندهم يبداوا يدوني تاسكس من غير ما اخد بالي منها، عشان ايه يعني يتغامزوا كده بينهم وبين نفسهم ان انا مش ايه، احنا اللي مشغلينه، ان هو ما بيعرفش من الاخر كده، هو ايه ما بيعرفش. مثلا ايه يقول لي ايه هات الشمبر اللي واقع، فانا طبعا ابص حواليا كده اللي هو يعني ايه الشمبر. فبدات تتكرر ايه مره واثنين وثلاثه. ابويا كان قريب مني فحكيت معاه، فقال لي خلي بالك انت ممكن ما تبقاش عارف الشمبر بيعمل ايه، بس انت محتاج تبدا تقرا وتتعلم، يعني لو هم النهارده بيعملوا. فبدا يوريني الحاجات بتشتغل ازاي. وجود ابويا جنبي في الموقف ده خلاني اقدر اتعامل مع الموقف ده. بس قبل ما اتكلم مع ابويا بقى كنت بعمل ايه؟ انا برم وفاهم. كنت بروح بقى الورشه كده. انا اعتبر ان اسمه ياسر مع ان ما اسموش ياسر يعني. ازيك يا ياسر، عامل ايه، اخبارك ايه؟ وكنت اتخن صوتي كده، بص النهارده عايز اعمل كذا، بس انا هسيب لك العربيه واروح اعمل مشوار وارجع لك. فخلصها واقول لك ايه، قرط على الحاجات كده ورجلشها عشان استخدم شويه مفردات تقربني من ايه، من مجتمعهم. بس المفردات دي ما كنتش افهم فيها حاجه لغايه لما ابويا قال لي انت محتاج تتعلم. اسالك بقى واسالني، لما بخش على مديري بتكلم معاه ازاي؟ ولما بخش على ابو البنت اللي انا ناوي ارتبط بيها
بتكلم معاه ازاي، ولما بخش على مجموعة قاعدة تلعب بلاي ستيشن بتكلم ازاي، ولما بخش في طريقة كلامي وانا بتكلم مع الناس اللي حواليا اقدر ارصد انا متصنع وبحاول اداري ايه، وجوه اللي انا بداريه ده هلاقي الاجريمنت او هلاقي الاتفاق، وجوه الاتفاق هلاقي السؤال اللي اتسألني، والسؤال ده هيوريني الموقف اللي انا اتسألت فيه. دي بداية رحلة، بداية فكرة ممكن اعيشها انا و3 4 من اصحابي، ان احنا نتكلم على نكتشف تصنعنا فين بدل ما نقعد نكتشف الجرح او نقعد ندور احنا اتجرحنا فين. ما بنحبش احنا الرجاله الجمله دي، لكن ممكن اكتشف انا التصنع بتاعي جاي منين، التعريفات بتاعتي مبنيه على ايه وجات لي منين. حلقة فيها يعني معلومات كتير، او مش هسميها معلومات، هسميها انوار. احنا قاعدين بنكشف من اول الحلقة انوار في وش بعض، علشان نحاول نوصل للاصل وجذر المشكلة وجذر الجرح ده سببه ايه، فنبتدي نتعامل معاه. علشان كده احنا مش هنكمل النهاردة ازاي نتعامل مع الجرح ده، لكن هتمنى انه قبل ما تبتدي تسمع الحلقة اللي جاية اللي هنتكلم فيها عن الجروح والتعامل معاها، تبدأ كده تفكر وتاخد وقت مع نفسك، ممكن في البيت، ممكن وانت في المواصلات. حاول تفكر كده انه هو ايه اللي بيحصل. ارجع كده اسمع الحلقة تاني من الاول بالراحة، وخد الاسئلة اللي كان بيسألها لنا ماجد وابتدي اسألها لنفسك ودور وراها على اجابات، وبعدها ابدأ ادخل الخطوة اللي جاية معانا. وشجعك انه لو بتدور على مجتمع يساعدك في ده، انك تدور على مجموعة رجولة قلب موجودين على الفيسبوك، ممكن صفحتهم توصل لها بسهولة، او ابعت لنا كمان على اي منصة انت بتسمعنا عليها دلوقت. ما تنساش تتابعنا، ولو الحلقة عجبتك شاركها مع اصحابك علشان نبدأ نغير من الجروح اللي اتثابت فينا من زمان.